السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعًا عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. في حلقات كده لمّا باجي أعملها حقيقي بتبقى من الحلقات اللي بتخوّفني، بابقى خايفة وأنا باعملها، خايفة إن حد يفهمني غلط أو إن هو يزعل من كلامي. ما أنا ما بابقاش قصدي ولا في مخيلتي إن أنا ممكن أضايق حد، ولكن القصص والحكايات اللي الواحد بيسمعها ممكن يعني وهو بيتكلم تفوّر دمه شوية، فيقول كلام طبعًا الحمد لله مش غلط، مش وِحِش يعني، الحمد لله إن الواحد بيعِف لسانه، ولكن ممكن يقول كلام قد يكون للبعض إنه بيزعّل، فأنا مش بابقى قاصدة. حلقة النهارده من الحلقات دي، اللي هو بابقى عاملاها وأنا خايفة إن الناس تفهمني غلط، فهاحاول على قد ما أقدر إن أنا أوضّح وجهة نظري والمقصود من كلامي. حلقة النهارده عن اتصل بدكتور عمرو منتصر، دكتور الاستشارات النفسية والعلاقات الأسرية. المتصل ده بيحكي قصته اللي هي إيه بقى؟ الراجل ده اتجوّز، مدة جوازه 21، 22 سنة حاجة كده، ربنا كرمه، خلّف 3 أولاد، 2 توأم 18 وحد تاني 14. زوجته بشهادته كانت ونعم الزوجة، كانت زوجة كويسة وما قصّرتش معاه في حاجة وحياتهم كانت كويسة. هي كانت بتشتغل في الأول، وبعدين هو طبعًا عشان بيغير عليها كأي زوج مصري، فقعّدها من الشغل، وهي كأي سِت مصرية يعني طبيعية هيقول لها جوزها هيقول لها اقعدي فبتقعد. المهم، آآ هو ربنا كرمه وفتح عليه في الشغل، يقوم إيه بقى يا مؤمن أول ما يحاول إن هو يبسط يبسط نَفْسه هو وتوظّف باقي البيت، فقرر إن هو يتجوّز. لمّا راح قال لمراته إن هو عايز يتجوّز تاني، طبعًا مراته ما رضيتش. وخلّينا نُقف عند الحتّة دي شوية، نوعيات الستات عمومًا مختلفة، في سِت ممكن تكون الحتّة اللي هي الإيمانية دي عندها قوية شوية، بتجاهد نَفْسها بدرجة كبيرة، اللي هو ده شرع ربنا وحقّه وبتاع، أنا مش هافتح بُقّي ومش هاتكلّم، تمام. في نوع تاني من الستات ممكن يتقهر ويحزن ويعني مشاعره ما تبقاش مضبوطة، ومع ذلك يعني تصبر وتستحمل وترضى، خصوصًا لو عندها أولاد. وفي نوع تالت، حتى لو عندها أولاد بتقرر إن هي تنفصل، لإن هي مش قادرة تستحمل مشاعر زي دي. وهنا برضه عايزين ننبه على إن المشاعر دي سبحان الله ربنا اللي خالقها فينا، يعني المشاعر الإنسانية اللي إحنا بنحس بيها دي ربنا اللي مديها لنا، من ضمنها مشاعر الغيرة، وعشان كده هو ربنا سبحانه وتعالى هيشيل مننا الإحساس ده في الجنة. لدرجة إن الزوجة لو شافت زوجها وهم في الجنة يعني مع الحور العين هتضحك. يعني في الطبيعي في الدنيا لو واحدة شافت جوزها مع واحد هتقتله وتقتلها وممكن تقتل نفسها هي كمان، بس في الجنة طبعا عشان ربنا هيشيل مننا الإحساس ده، فهي هتضحك، ومن شدة يعني من جمال ضحكتها هيزيد حبه ليها. خلينا نتكلم دلوقتي احنا هنا على الأرض. في ست ما بتقدرش تتحمل وبتقول لأ خلاص، كل واحد يروح لحاله وإن يفترقا يغني كل من سعته، خلاص حتى لو عندي أو منه أولاد. المشكلة مش في نوعيات الستات، المشكلة في نوعيات الرجالة اللي بتتعامل مع الستات. في راجل زي المتصل معانا كده، آه، وهو بيحكي بيقول إن هو كان جايب لها شبكة طبعًا ودهب على مدار حياتهم بقى، فهو عشان يعجّزها ويخلّيها تقبل وتخضع لطلبه، خَد منها كل الدهب اللي هو جابه لها. هو بيقول لدكتور عمرو إن هو يعني هو مش عايز يعمل كده عشان هو عايز يعني هو أنا مش عايز آخُد منها الحاجة عشان أنا عايزها، لأ، أنا باخُد منها الحاجة دي بس عشان إيه، أكسرها، أخلّيها ترضى وتوافق على حاجة أنا عايزها ومش مهم هي عايزة إيه.
تمام. المهم يعني خد منها ذهبها وخد منها كل حاجتها ومشاها من البيت. وبعدين المستفز بقى في القصة ان هو بيكلم دكتور عمرو مش حاسس ان هو غلطان او مش حاسس ان هو عمل ذنب. هو كل اللي هو شايفه ان هي ازاي ترفض شرع ربنا. يا جماعة شرع ربنا محدش بيقدر يتكلم فيه، بس زي ما اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى آه، اداك الحق ده. برضو انا انسان، انا اللي هي مشاعر وبحس، فلازم انت برضو تقدر مشاعري وتعرف. انت كل واحد متجوز عارف الست اللي معاه دي من اي نوع. هل هي من النوع الأول اللي هو بيجاهد نفسه زيادة وهتقدر تتقبل وتستحمل ومش هتكون عندها مشكلة، ولا النوع اللي هيبقى مكسور وخاضع وقابل وحاطط سوري يعني جزمة في بقها؟ وفي الحالة دي برضو هيبقى ذنب عليه يعني لو هو قرر يعمل كده، لو هي الست ما كانتش مقصرة معاه في حاجة. طيب، ولا هي من النوع التالت اللي هيقرر الانفصال؟ هي ليه الست هي دايما اللي عليها ان هي تحابي على بيتها وتخلي بالها منه وما تخربش البيت؟ وهو الراجل كمان مش ممكن يخرب. يعني حاجة زي اللي معانا في الحلقة بتاعت النهاردة دي، هو كده ما خربش البيت؟ يعني انت عايز تبني حياة جديدة على حساب حياتك القائمة الموجودة بالفعل؟ وهو كمان بيقول ان هي وحشة، بقت وحشة ومعصية اولاده عليه. اولاده اللي هم اصلا كبار يعني 18 و14، يعني اولاد كبيره واعيه فاهمه شايفه. شايفين ان انت اخدت دهب امهم، رميتها ومشيتها، والست سابت شغلها اللي كانت بتشتغل وهي دلوقتي يعني خلاص بره مجال العمل بقالها فتره طويله. يعني مستحيل انها تشتغل دلوقتي في اي مجال او يكون في حد طالبها اصلا حاليا، بعد ما خلاص اخدت خيرها وضيعت عمرها وشبابها معاك. خلاص انا بقى عايز اشوف حياتي مع واحدة تانية جديدة ومش مهم دي. طيب هو كان من كلامه بيقول ان هو عاوزها يعني مش عاوز يطلقها، عشان كده خد منها الذهب عشان يخليها ايه، يعجزها. الكلمة دي استخدمها كتير في كلامه، ودي من برضو من الحاجات المستفزة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الراجل ليه قوامة على الست، جعل له قوامة عشان يذلها، جعل له قوامة عشان يخليها تخضع لإرادة أو تخضع لطلب خارج عن إرادتها مش قادرة تستحمله. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن موضوع الجواز قال في القرآن: وإن خفتم ألا تعدلوا ولن تعدلوا. ولن تعدلوا يعني سبحانك يا رب، ربنا جعلها يعني كالسهل الممتنع، هي متاحة بالنسبة لك بس خلي بالك انت مش هتعرف تعدل. وإن خفتم ألا تعدلوا ولن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طبعا هو ما فيش ملكات اليمين دلوقتي، فواحدة. تمام. فخلاص انت طالما الست اللي معاك دي مكفياك والست اللي معاك دي كويسة، ليه فكرة التجديد وان انت يعني اول ما ربنا يكرمك ويبقى معاك فلوس تيجي على الست دي؟ ليه؟ يعني لو حط بدلها كده، حط نفسك مكانها. لو فرضنا ان كان ربنا مشرع للست هي اللي مثنى وثلاث ورباع مثلا، انا بقول مثلا عشان محدش يطلع ينتقدني، وكانت الست هي اللي من حقها تتجوز كذا مرة. حط نفسك مكانها بقى وانت شايف مراتك رايحة مع راجل تاني. يعني ما هو ربنا لما خلق مشاعر الغيرة خلقها في الراجل وفي الست، خلقها في الاتنين، مش في الست لوحدها ولا في الراجل لوحده. فزي ما انت لازم على الست انها تحترم مشاعرك، انت كمان لازم تحترم مشاعرها. ومحدش بيغلط اي راجل في فكرة ان هو يتجوز تاني، لان ربنا زي ما بقولنا ربنا حلله، يعني الجواز ربنا حلله. ولكن انت ما تخربش بيتك على حساب حياة تانية لسه. وانت ايه اللي يضمن لك ان الزوجة الجديدة دي او الحياة الجديدة اللي انت هتبتديها دي على حساب حياتك القديمة انها هتكون احسن منها؟ مش يمكن. طبعا كل حاجة بيبقى ليها زهوتها في الاول، مش يمكن لما تتجوزها تلاقيها مثلا مختلفة عن مراتك،
الطبع الجديدة دي أشرس شوية، أعنف شوية، عصبية حبتين، مش مهتمية ببيتها، عندها مشكلة يعني في التعامل مع أهلك، آم، آه، ما عندها أي مشكلة من أي نوع يعني. فلازم أنت قبل ما تقرر تنهي حياتك اللي موجودة دي وتجني على كل اللي فيها، واللي من ضمنهم طبعا الأولاد، لازم تكون عارف أنت داخل على إيه. الفكرة مش فكرة يلا اتجوز وخلاص، مش فكرة ان انا واحدة عجبتني فيلا والسلام، مش مهم بقى اللي عندي دول. حقيقي انا مش غايظني في كلامه، غير ان هو مش شايف يعني اوحته مع الدكتور ان هو مش غلطان، وان الدكتور جاي عليه. طبعا في ناس برضو ممكن تطلع تنتقدني انا في كلامي ده دلوقتي، فهيقول لك ماشي عشان ست فمنحازه للستات وكده. طب تعالوا معايا بقى، هخليكم تشوفوا بنفسكم الفيديو وتشوفوا رد دكتور عمرو منتصر عليه، وهو راجل هو كمان زيه كده. تعالوا نشوفوا بقى رده هو نفسه عليه بيقول له ايه. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. فانا دلوقتي هي حرماني من عيالي وانا مش عارف اعمل ايه. يعني انا بصراحه انا رحت وقلت لها انا دلوقتي هتجوز واحده ثانيه وهقدر اصرف عليكي واقدر اصرف عليها. قالت لي لا انا عايز اطلب الطلاق. فقلت لها طيب خلاص هتطلقي يبقى ابريني من كل حاجه، تديني القايمه بتاعتي وتديني الذهب بتاعي. لا معلش، هترد تاني عليا. تاني تاني. انت رحت تقول لها انا عايز اتجوز عليكي، تمام. فهي قامت قايله لك انا مش موافقه. مش موافقه. فقالت لي خلاص طلقني. سليم. فقلت لها خلاص انت عايز تطلقي يبقى تديني القايمه بتاعتي وتديني الذهب بتاعي. القايمه بتاعتك والذهب بتاعك، ذهب ايه اللي بتاعك؟ انا بعدتها الذهب اللي انا جبته لها. الشبكه؟ اه خدت منها الشبكه؟ خدت منها الشبكه بتاعتها امم عشان اعجزها. وايه أنا كمان؟ مش عايز أطلقها. وخدت ايه كمان؟ وخدت القايمه بتاعتي امم والذهب اللي انت جايبه لها، والذهب اللي انا جايبه، اللي هو الهدايا اللي هو طول السنين. الله. انا بعمل ده عشان خاطر اعجزها، انا مش عايز اطلقها، بس هي قالت لي لا انا عايز اتطلق، ودلوقتي حرماني من عيالي. مع اني انا عيالي كبار بس هم على طول ابوكوا ده وحش، ابوكوا ده كذا. هو انت متجوز بقالك كام سنه بعد اذنك؟ انا بقالي 21 سنه. ما شاء الله. انا اصلا متجوز مراتي عن حب، وهي كانت بتشتغل وانا ما رضيتش، يعني قلت لها لا لان انا بغير عليها. يعني انت سيبتها الشغل وبعدين بقالكوا 21 سنه متجوزين؟ بقالنا 21 سنه. سليم. والاولاد قد ايه؟ بنت وولد توأم 18 سنه وبنت عندها 16 سنه. ما شاء الله. طيب ودلوقتي بقى حضرتك اللي انت عايزه هتعمله ان انت تتجوز عليها. انا على سنه الله ورسوله، انا اتكلمت معاها وقلت لها دلوقتي الشرع حلل لي ان انا اتجوز تاني، بس انا بستأذنك، بس مش هأثر معاكي في اي حاجه. انا ممكن يا دكتور عمرو اصرف عليها وعلى 3 كمان، يعني انا مقتدر ان انا اقدر اصرف عليهم. هو انت مش شايف ان الموضوع بالقدره الماديه يعني؟ القدره الماديه. طيب وبعدين هي لما قالت لك انا مش عاجبني، ايه اللي مزعلك؟ قالت لي انا مش عاجبني، طب بس انا عايز اتجوز البنت الثانيه، يعني اكيد مش همشي معاها يعني علاقه غير شرعيه. انا بسألك سؤال، لما هي قالت لك انا مش عايز اكمل، حضرتك ايه الاجراء اللي اخدته؟ قلت لها خلاص مش عايزه تكملي يبقى ابريني بقى من كل حاجه. فهي بقى سابت لك كل حاجه. ما انا كنت بعجزها، انا عايزها مش عايز اطلقها، وانا عارف ان ظروفها الماديه مش قد كده، عشان كده كنت بعجزها ان هي ما تتطلقش، مش عايز اطلقها. طب انت عارف ان ظروفها الماديه مش قد كده، فانت تقوم واخد منها كل الكلام ده. هي قالت لي خلاص طلقني وسابت البيت ومشيت. هي اللي سابت البيت ولا انت اللي سيبتها البيت؟ لا يعني انا لما اتخانقنا مع بعض هي قلت لها خلاص يا بنت ما تقعديش معايا. ايوه انت قلت لها امشي، يعني انت قلت لها يا تقعدي معايا وانا اتجوز عليكي، يا اما تسيبي البيت وتمشي. تمام صح كده؟ قلت كده. يعني حضرتك سيبتها البيت، مشيت خلاص، ما هي خلاص اتطلقت. حلو. مش عايزه تعيش معايا. هي مش عايزه تعيش معاك، لكن واحده تخلع واحد بتبقى مش عايزه تعيش معاه خالص. معلش انا هسألك سؤال، انت دلوقتي طلقتها ولا خلعتك؟ لا انا طلقتها. حلو، يبقى ما خلعتكش.
طيب انت عارف ان وهي دلوقتي حرماني من عيالي، اعمل ايه؟ عيالك اللي هم 18 سنه و17 سنه حرماك منهم؟ مطلعاني وحش قدامهم ومطلعاني هي اللي مطلعاك وحش؟ إنسان. لا انا عايز افاجئك انت وحش حقيقي، انت وحش. اللي انت عامله ده ظلم، انت ظالم. لا انا ظلمت مين؟ انا ما ظلمتش. هو انا عشان اتجوز بحق ربنا يبقى انا كده ظالم؟ ما هو انا ما بقولكش ان الجواز فيه ظلم، انا بقول لك ان انت الطريقه اللي عملت بيها الموضوع ظالم. انت ظلمت كده، ظلمت ظلم كبير قوي. انت دلوقتي بتكلمني، معلش اديني فرصه. انت دلوقتي بتكلمني عشان تقول لي ايه؟ ما انت اللي انت عايزه عملته. انت بتكلمني تقول لي ايه؟ تقول لي ان هي اللي ظالمه؟ يعني انت دلوقتي بتكلمني، طبعا هي ظلماني. ظلمك في ايه يا ابن الحلال؟ ده انا بس هسالك، انتوا جوازكوا قعد قد ايه؟ انت بالك قد ايه متجوزها؟ 21 سنه. طيب كم؟ 21 سنه. 21 سنه انت متجوزها. بدأت معاك حياتك، عدت معاك الصعاب اللي بدأت بيها حياتك من البداية، وربنا رزقكوا بالذرية أولاد وبنات، صح كده؟ صح. لما جه مزاج حضرتك إنك تتجوز عليها، هي رفضت، تقوم شايل منها كل حاجة ومطلعها من البيت اللي هي قاعدة فيه بعد 21 سنة عشرة، وتقول لي أنت كده تمام؟ بعد 21 سنة عشرة، اديني فرصة 21 سنة عشرة، وبتاخد منها الذهب اللي جايبه لها يا مؤمن، جايبه لها هدايا، والشبكه بتاخدها منها. انا بعجزها. تعجزها ايه؟ انت كده مش بتعجزها، انت كده بتعمل حاجه حرام. ايه الحرام اللي انا عملته؟ عشان كل ده عشان رحت قلت انا عايز اتجوز واحده ثانيه. انا ما بقولكش اللي انت بتعمله حرام، انه حتى لما تيجي تفترق مع واحده قعدت واستمتعت بيها 21 سنه، عايز تطلعها من بيتها يا مؤمن وتطلعها من غير حتى شبكتها. طب انا هقول لك على حاجه، علشان منع، بص انا هقول لك على حاجه للجدال. انا هقول لك حكم ربنا في الكلام اللي انت بتقوله ده. انت حضرتك دلوقتي لما حبيت انك لما هي رفضت وقالت لك اتطلق، انت قلت لها بريني من كل حاجه، تمام، وما رضيتش بكده بس عشان اعجزها. حلو، المهم ان ده اللي حصل. طب انت بعد ما عجزتها واتطلقت رضيتهم لها علشان خاطر خلاص؟ لا ما رضيتهم لها. ليه بقى؟ هو ده حقك؟ هل هو ده حقك؟ ده حقي انا اللي جايبه لها. ده حقك اللي انت جايبه لها. ايوه، هو لو كانت دلوقتي رفعت قضيه عليا وخلعتني ما كانتش هتاخد اي طيب حاجة. بعد اذنك اديني فرصه ارد عليك. انا هقول لك يعني بص، انا هقول لك حكم ربنا في اللي انت بتقوله ده، لانه حتى الطلاق لازم يتم بما يرضي ربنا. وان كنت انت بتنفذ حكم ربنا في انك تتجوز تاني، وماسك قوي في انه حقك في انك تتجوز، وطالما انا علمتها انا عملت اللي عليا، فانت يعني حافظ من القرآن الجزء بتاع مثنى وثلاث ورباع وما شاء الله عليك يعني. طب ما تعرف بقى باقي الايات اللي بتقول اللي انت عملته ده صح ولا غلط، او حرام او حلال، او هتروح يوم القيامه تقول لربنا عنه ايه؟ انا هروح لربنا اقول له دلوقتي انا كنت هتجوز. تروح لربنا تقول له انا كنت بعجزها فخدت منها، ثانيه واحده، فخدت منها كل جنيه اديته لها في حياتي، كل هديه اديته لها في حياتي، مش عايز تعيش معاك. فانت خلاص بقى، انت عشان خاطر هي مش عايز تعيش معاك فحقك انك تاخد منها الهدايا. اسمع، يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. انت فاهم الكلام ده؟ انا فاهم. اذا كنت عارف، اذا كنت شايف ان هي ظلماك، فتعال نشوف ربنا بيقول عن اللي انت. اسمعني بس للاخر وهسيبك تتكلم، يعني خليك على التليفون ما تقفلش. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، يعني ما تورثهاش بالعافيه، ما تاخدش حالها ومالها بالعافيه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يعني عشان تاخدوا حبه من اللي انتوا جبتوه لهم في حياتهم. الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. هل هي عملت حاجه غلط؟ لا، وانا عملت حاجه. اديني فرصه. وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اسمع اللي بعده، اسمع الدليل اللي بعده. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا، انت سامعني؟ سامعك يا دكتور. فلا تاخذوا منه شيئا. انت عملت كده؟ انت عملت كده؟ أتأخذونه؟ اسمعني للآخر. وإن أردتم استبدال انت مارست حقك، أنا جايب لك من القرآن الرد على اللي أنت عملته.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا دي بتتقال على الذهب صح كده، اللي حضرتك أخدته كله ما شاء الله، فلا تأخذوه. حاجتي انا اللي جايبها. يا سيدي اسمعني، وآتيتم إحداهن قنطارا يعني حاجتك اللي أنت جايبها لها، فلا تأخذوا منه شيئا، ده حكم ربنا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذونه بهتانا، شوف اللي أنت عامله ربنا مسميه في القرآن إيه، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا أخي يا أخي، أنت كل ده وشايف إنك مظلوم. طب تعالى على الدليل اللي بعده، تعالى على الدليل اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فريضة يعني زيها زي الصلاة. انت عارف الصلاة؟ انت بتصلي صح؟ طبعا. تمام. لما ربنا يقولك فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني زيها زي ايه؟ صلاة فرض. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. انا عايز اسألك، الست دي عاشت معاك 21 سنة خلاص، انت خدتها وهي لسه شابة صغيرة، سايبها حاجة و40 سنة صح كده؟ صح. سليم 44 سنة. سليم. كانت بتشتغل ولا لا؟ كانت بتشتغل بس انا كنت بغير عليها وخليتها تسيب شغلها. جميل. عشان بحبها. فسابت شغلها علشان حضرتك، والنهارده بتترمي في الشارع. سابت شغلها علشان تبدأ معاك حياتك علشان حضرتك بتغير، وبعد 20 سنة لما ما بقتش تنفع في سوق العمل هتشتغل ايه؟ قول لي، لما تخرج من بيتك مفيش فلوس بتديها لها، مفيش فلوس اصلا في معاها، حتى بيتها اللي كان قويها وكانت عايشة فيه تخرج منه وتقعد في الشارع، هتروح فين؟ طب مين هيصرف عليها؟ طب تشتغل ايه بعد ما عاشت 40 سنة ما تعرفش حاجة عن الشغل عشان خاطر حضرتك بتغير عليها؟ تشتغل ايه؟ تصرف منين؟ مطلوب منها بقى تعمل ايه؟ مطلوب منها تشتغل في البيوت بقى ان شاء الله عشان تصرف على نفسها؟ يعني حضرتك تاخدها لسه بتبدأ حياتها وبتشتغل فتسيبها الشغل، حقك. لكن لما يجي لك مزاج تاخد حتى ذهبك اللي انت جبته لها في طول الفترة دي. ده انت مش ظالم، ده انت لازم تاخد بالك وتراجع نفسك فورا. ده انت اللي انت بتعمله ده أزمة كبيرة جدا، هتقف قدام ربنا مش هتعرف تقول له ايه. ومش عايز عيالك ما يكلموكش، عيالك يا حبيبي كبار في السن ومش ما بيكلموكش لان هي مقوياهم، لان انت اصلا وحش. وادائك اللي انت عامله معاهم ده انت لازم تراجع نفسك فيه يا حبيبي. اللي انت عامله ده اسمه ظلم قدام ربنا. انا مديك 3 دلائل من كتاب ربنا، اللي انت مستشهد بالآية اللي رحت بيها اتجوزت تاني. تقول لي بعجزها، رجع لها حقها. ذهب انت جبته لها، انت فاهم ان انا لما ربنا يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ايه الاجر اللي هي خدته على قعدتها معاك عمرها كله؟ ايه الاجر اللي خلاها تسيب شغلها وتسيبها تاخدها وهي لسه بنت صغيره بتشتغل وتسيبها شغلها، فالنهارده تبقى ما عندهاش لا رزق ولا شغل ولا حد يصرف عليها ولا بيت يقويها، بعد 20 سنه بتراعي فيك وفي العيال. اثرت معاك في ايه؟ عملت معاك ايه؟ يا اخي ده احنا بنتعامل بانسانيه مع الغريب. ده انت بينك وبينها حاجه اسمها ميثاق، وميثاق غليظ. ده الميثاق الايماني، الناس لما بتؤمن بربنا ربنا ما سماهوش ميثاق غليظ، وسمى الجواز ميثاق غليظ. انت بينك وبينها ميثاق غليظ، عملت ايه انت من الميثاق الغليظ ده؟ انت جبتها على الارض. ايه ده يا جدع؟ ايه ده؟ وانت كل ده شايف انك مظلوم؟ انت محتاج تراجع نفسك حبيب قلبي، اسمعني. انت محتاج تراجع نفسك في الموقف اللي عملته، لانك في كل اللي انت عملته ده انت ظالم ومفتري، ولازم تقف قدام. بص، انت اذا بتكلمني فانا بقول الكلمتين اللي اقف قدام ربنا علشان اقول يا رب انا قلتهم في يوم من الايام، وما قلتلكش رأيي، انا قلت لك الكلام اللي موجود في كتاب ربنا. كلام ربنا زي ما انت استشهدت بيه وخدت حقك منه، لازم تمشي بكلام ربنا. احنا ما نؤمنش ببعض الكتاب ونسيب البعض التاني، احنا بنؤمن بالكتاب كله. راجع نفسك، الموقف ده انت لازم تراجع نفسك فيه وتقف، لانك هتقف قدام ربنا يسألك انت عملت فيها ايه. الست دي اتظلمت معاك، الست دي لما هتسيبها تخرج من البيت هتمد ايديها لحد غريب يديها فلوس تعيش بيها، ولا هتاكل وتشرب منين؟ طب يا سيدي هم اهلها ناس كويسه، افرض اهلها مش معهمش فلوس، هتعيش منين؟
انت ترضى بنتك تقضي من عمرها 20 سنة مع راجل مخلفه له الذرية الصالحة وولاد وبنات؟ انت ولادك كويسين؟ كويسين شخصياتهم كويسة ومحترمين؟ جدا. مين السبب فيهم؟ يا اخي ده انا انت لو وهي. جبت مربية هتديها اجر. مربية. الست دي احسنت ليك في ال20 سنة ولا ما انت احسنتش؟ برضه ظالمني برضه. انا مش يا سيدي انا ظلمك. انت جاي بسألك كده سؤال. برضه جاي بص عليا. بص بص انا بسألك بقول لك انا انا على بحبها. فكرة على فكرة على ما فكرة كنتش ممكن، ما كنتش هروح اقول لها انا انا بحبها تاني. بسألك سؤال واضح واضح. يا ابن الحلال، الست دي احسنت ليك خلال ال20 سنة ولا ال21 سنة اللي احسنت ليا طبعا، عشان وانت كده ما كنتش عايز افرط فيها. رد عشان كده رحت الإحسان، قلت لها. رد الإحسان بإنك أنت تفتري هذا اللي افترى عليها لا وبتكلمني كمان شايف إنك مظلوم؟ الحقيقة أنا ما عنديش حاجة تانية أقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل ده وفي كل راجل على شاكلته. أما بالنسبة للست فربنا يكون في عونها ويقدرها بقى على إنها تتولى حياتها الجديدة دي لوحدها ويعوضها خير. وأتمنى إن كل راجل يعني يخلي باله إن هو صورة لدينه. يعني انت دلوقتي كراجل مسلم، احنا بنتكلم ان هو تعدد الازواج ده عندنا احنا في الدين الاسلامي، فانت دلوقتي كراجل مسلم ما تاخدش من الدين اللي على كيفك وتسيب منه اللي ما يعجبكش، عشان ده كده اصلا حرام وانت بتمثل ديانتك. فممكن حد تاني لما يشوفك بتعمل كده يقول لك ايه الدين ده، هو ايه الدين اللي الناس بتعمل الرجاله فيه بتخرب بيوتها وبتتجوز على مراتاتها كل الكلام اللي ملوش اي 60 لازمه ده. لازم نفهم الحلال ولازم نفهم ايه هو يعني شروطه وازاي انفذه وازاي ان انا لما اعمل كده يعني ما ارتكبش فيه ذنب واكون انسان مسلم يعني يشرف، حاجة مشرفة مش مجرد شخص كده والسلام. عيب ان احنا نسيء لديننا، عيب ان احنا نسيء لإسلامنا، عيب ان احنا نصدر الصورة البشعة دي. واقولها لكم تاني، انا مش ضد الجواز للمرة التانية ولا التالتة ولا الكلام ده، انا مش ضد حاجة ربنا سبحانه وتعالى شرعها، ولكن انا ضد خراب البيوت. لازم نفهم كويس يعني ونتفاهم مع بعض كزوجين ونعرف احنا هنقدر على ده ولا لا. خلاص لو هي مش قادرة فتسريح بإحسان يا أخي، تسريح بإحسان. ايه لازمته ان انا اجي عليها، ايه لازمته ان انا ذلها؟ ليه ربنا يديني حاجة المفروض ان هي كويسة، حاجة حلوة قوامة وان الست المفروض انها تطيع جوزها وكل الكلام الحلو ده، ليه استخدمه في ذل وقهر واخضاع الطرف التاني؟ طب انت لما تقف قدام ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له انا كنت بعجزها. مين اداك الحق ده؟ مين اداك الحق ان انت تعجز بني ادم؟ يعني منتهى الاستفزاز. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت بس لسه الحلقات جاية كتير، استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.